الوافدون يجب أن نحترمهم ولهم حق علينا، وهذه غلطة كبيرة جدا، لا في الصحافة في الإعلام ولا في غيرها، أو الموقف من الوافدين وما ينتجونه وما يكسبونه، وهذا حق لهم حلال بلال. من الخطأ أن تكون نفوسنا عليهم. هم جاءوا من بلادهم وتركوا الغربة وجاءوا يعملون، ومن حقهم، لكن زاحمهم بالعمل. أما تزاحمهم أحيانا بأمور إما غير قانونية ولا غير عادلة ولا ظالمة ولا جرة، تنتكس علينا يا إخواني. الظلم شيء، أما أن يأتي هو ويعمل وموجود بطريقة نظامية وبالنظام، هذا حقه، وينتج، هذا حقه، ولأن إنتاجه حقه لوطننا حينما ينتج في بلدنا أن يأخذ مقابل بحقه. فلا نشتغل بهم الوافدين بقدر ما نشتغل المنافسة الشريفة. إذن فرص العمل عندنا، انظروا كل وافدين، كل ما عليه وافدون، ونحن نرحب بهم ونشكر لهم حقيقة مشاركتهم بلدنا في تنميتنا في التنمية، لكن الذي هم فيه فرص عمل لنا، منافسة شريفة، ونعمل كما يعملون أو خيرا مما يعملون، حينئذ من حقنا أن فعلا أن نزحف. أما نتكلم مجرد كلام شبه إعلامي أو شبه استفزازي أو شبه مجرد يعني كما قلت أماني، مجرد أماني، ونحن لا نعمل، بل أكاد قد لا نستحق المقامات التي هو فيها، هذا شيء ينبغي أن نراجع في أنفسنا. إذن عندنا كذلك البطالة هي ألا تجد فرصة عمل،